السلام عليكم. زي ما ذكرنا سابقا، اليوم راح نتكلم عن تصنيع الفحم السداسي المشتق من إعادة تدوير نواة التمر، وراح نتكلم بالتفاصيل إن شاء الله ومراحل التصنيع من الألف إلى الياء. الحمد لله تم تسجيل فحم نواة التمر في الهيئة السعودية للملكية الفكرية. مراحل تصنيع فحم نواة التمر: المرحلة الأولى إحضار نواة التمر وتجفيفها وطحنها طحن ناعم بحيث تكون الرطوبة من 4 إلى 7%، ويتم وضعها في أكياس جامبو لما قبل الكبس. المرحلة الثانية كبس نواة التمر في مكابس خاصة، تكون درجة الحرارة في المكابس 300 درجة مئوية لكي يعطينا الشكل السداسي. بعد الكبس يتم وضع القوالب في ستاندات خاصة لأفران التفحيم. مرحلة تصنيع الفرن محليا: يتم وضع قوالب نواة التمر في أفران التفحيم لعملية التفحيم، ويتم إغلاق الأبواب جيدا بوضع الجاسكت لعملية التفحيم والاحتراق اللاهوائي. الآن يتم إشعال فرن التفحيم لحد وصول درجة حرارة 300. يتم خروج بخار الماء، هذه المرحلة الأولى من التفحيم. بعد خروج بخار الماء تصل درجة حرارة الفرن إلى 800 و 900 درجة مئوية. بعدها يتم خروج غاز الميثان والقطران. بعد خروج غاز الميثان والقطران يتم إغلاق الحراقات ويتم إشعال الفرن ذاتي بسبب الغاز الميثان والقطران. بعد التفحيم 8 ساعات يتم إراحة الفرن يومين. نفتح أفران التفحيم. هذه المرحلة النهائية في التفحيم. المرحلة النهائية في التفحيم اختبار الجودة، وهناك عوامل مهمة لاختبار الجودة. من أهم عوامل جودة فحم نواة التمر الصلابة، الكثافة، الاستقامة، عدم الهشاشة، والصوت الرنان. يتم الآن اختبار جودة إشعال فحم نواة التمر الذي استمر أكثر من 8 ساعات بدون غازات ولله الحمد. سبب اختيار نواة التمر: أولا الكثافة العالية في المتر مكعب، حيث أن كثافته عالية مقارنة بجريد النخل المتدني بالكثافة. ثانيا إعادة تدوير مخلفات نواة التمر من المصانع وجعله ذا قيمة مادية عالية. ثالثا رفع المحتوى المحلي للمملكة العربية السعودية. رابعا الحد من الاحتطاب. كما تشاهدون الآن استمرار فحم نواة التمر لأكثر من 7 ساعات. في نهاية مقطعي أشكر المتابعين على حسن المتابعة، والله ولي التوفيق.